صباح الخير على احلى وحوش، على احلى وطن عربي، على احلى ناس عاملين طفره جامده جدا في الرياضه على صفحه جيم ايجيبت. انا كابتن هاني، عايش في فنلندا، مصري الاصل ومعايا الجنسيه الفنلنديه. عايش في فنلندا من بقالي 6 سنين. بيرسونال ترينر. انا ما بحبش اقول كلمه بيرسونال ترينر دي كتير لان بحسها ان كلمه بقت يعني اي حد بيقولها، بس عامه يعني هي دي المهنه اللي انا بمتهنها دلوقتي. هو انا مدرب شخصي دولي. حققت انجازات كتيره جدا في مستوى التدريب. بس النهارده انا مش جاي اتكلم عن التدريب خالص، مش هتكلم عن التدريب. انا عايز اتكلم عن حاجه مختلفه خالص، لان عندنا ادمنز كتير في الصفحه بيتكلموا عن التدريب والتغذيه وتعمل ازاي وتتصرف ازاي وكده. انا عايز اتكلم عن حاجه مختلفه تماما، هي ثقافه اللاعب. ان انت ازاي تبقى مثقف. يعني كل حاجه بيبقى ليها ثقافه وطرق واساليب. فاحنا هنتكلم عن حاجات بسيطه جدا، يعني هي فرعيه مش الاساسيه. الاساسيات هم بيتكلموا فيها على الصفحه، الادمنز كلهم مراعيين الموضوع وبيتكلموا بثقه وبيتكلموا بفهم ووعي. انا متابع الصفحه كويس جدا وبقرا كل اللي بيتكتب. ثقافه اللاعب اللي هو فيها عده نقط. اولها عشان نبقى متفاهمين وفاهمين نقطه يعني ايه مدرب شخصي. انا هتكلم يعني ايه كلمه تدريب شخصي او بيرسونال ترينر، الكلمه المتداوله دلوقتي اللي الناس كلها فاهماها. انا بحاول اتكلم عربي على قد ما بقدر، يعني ما بحبش احط كلام انجليزي زي ما في بعض الناس بيتكلم انجليزي كتير في النص كده. انا عارف ان في ناس بتتفرج على الصفحه ما عندهمش الثقافه الانجليزيه، يعني فاحنا بنتكلم عربي، النبي عربي يعني. نتكلم عن يعني ايه مدرب شخصي. عندنا حاجه تانية كمان انا عايز ابتدي اوضح ليك يعني ايه الفرق بين القوه والفرق بين قدره التحمل. دول موضوعين اساسيين جدا. لازم كل لاعب يبقى عنده الفكره يعني ايه قوه تحمل ويعني ايه قوه بدنيه. في القوه ان انت تقدر تزق اوزان، وفي القوه ان انت تقدر تتحمل، تقدر تعمل تكرار. فدول لازم يبقى عندنا فكر فيهم ويبقى عندنا ثقافه فيهم. ليه انا بعمل ده وليه انا بعمل ده؟ دي نقطه. عندنا كمان النقطه تانية. النقطه التانية دي هي في ناس بتمزج ما بينها شويه وبيعملوا خليط. انا مش عايز يبقى فيه خليط، انا عايز يبقى فيه ده وده. في حاجه اسمها كمال اجسام وفي حاجه اسمها رفع اثقال. الموضوعين مختلفين تماما. ان انت تبقى باور ليفتر او رافع الاثقال، وان انت تبقى يعني لاعب لكمال الاجسام فقط. دول نقطتين احنا هنتكلم فيهم، بس انا النهارده بقول النقط او الموضوعات اللي انا هتكلم فيها، وبعد كده هنبقى نمشي نقطه بنقطه. عندنا نقطة كمان هنتكلم عن التغذية، بس كثقافة، لأن احنا عندنا ادمنز كتير بيكتبوا عن التغذية وتاكل ايه وتعمل ايه بس أنا هتكلم عن التغذية كثقافة. إن أنت ازاي تبقى مثقف، إن أنت لما حد يكلمك عن التغذية بتاعتك ازاي تبقى فاهم هو بيقول لك ايه، او هل هو كلامه مناسب لجسمك او لا. ازاي تقدر تعرف النسب، ازاي تقدر تعرف انت محتاج ده فعلا او مش محتاجه. فيبقى عندك ثقافة أو عندك مبادئ ثقافة اللي هو أنت تقدر تتجادل أو تقدر تتناقش مع حد من المدربين بتوعك. في نقطة ثانية مهمة كمان، نقطة أو من ضمن الموضوعات اللي احنا هنتكلم عليها، نقطة التزامك بالتمرين. إزاي تبقى ملتزم. هحط لك بعض الضوابط أو بعض النقط إزاي تقدر تحب إن أنت تتمرن كل يوم. أنا عارف إن كل متابعي جيم ايجيبت يعني ليل نهار تمرين، أنا عارف، وهم مخلصين جدا في ادائهم ومخلصين في التمرين بتاعهم، بس بيبقى عندهم بعض عدم الفهم في نقط، فالعمليه بتبوظ. احنا عايزين بس انا في ضمن الموضوعات اللي هنتكلم عليها هنتكلم عن ازاي تلتزم في التمرين. ايه الحاجات اللي هتساعدك ان انت تقدر تلتزم، ان انت بعد كده ما يعني في ناس بتقول لك خلاص انا مش قادر اكمل، او انا مش مستحمل، او هقول لك على بعض الحاجات اللي تخليك تقدر تكمل. نقطة من أهم النقط كمان إن أنت إزاي تختار المدرب اللي هيدربك. لازم تبقى عارف أو أنت يبقى عندك فكرة أنت عايز إيه. لأن أنت لما هتروح للمدرب هتقول له أنا عايز عضلات بطن أو عايز عضلات دراع أو لازم يبقى عندك الفكرة المبدئية الأول، أو لازم تبقى أنت محدد فكرة في دماغك إيه اللي ناقص في جسمك وأنت محتاج المدرب بتاعك يعمل لك إيه أو يوفر لك إيه. لازم
تروح للمدرب وانت عندك خلفيه انت محتاج ايه. وفي نفس النقطه لازم تبقى عارف انت رايح تختار المدرب بتاعك على اساس ايه. لازم تبقى يعني هو انت رايح للحجم العضلي ان هو حجمه كبير، ولا انت رايح لانه بني ادم دارس واكاديمي، ولا انت رايح لبني ادم او كابتن سوري عنده وعي او خبره لفتره طويله بس ممكن يكون مش حاصل على شهادات. لازم تبقى تعرف ازاي تحدد المدرب بتاعك، ازاي تعرف تتعامل مع المدرب بتاعك. لازم يبقى عندك نقط تمشي عليها عشان تقدر تختار المدرب الصحيح ليك. دي نقطة. في نقطة من ضمن النقط اللي احنا هنتكلم عليها هو المعلومة. في ناس بتستسهل، بتقوم داخلة على الصفحة وكاتب انا عايز اعرف الكربوهيدرات بتعمل ايه. ففي ناس طبعا من متطوعين هيكتبوا له على الصفحة والله الكربوهيدرات كذا وكذا، بس انا عايزك تتعب في المعلومه عشان لما هتتعب فيها هتستقر في دماغك، هتقدر تحب المعلومه، هتؤمن بيها، هتقدر تنفذها. لكن لما هتيجي لك المعلومه سهله، زي ما بيقولوا الحاجه اللي بتيجي سهله بتروح سهله يعني. فانا عايزك تتعب في المعلومه، عايزك تدور عليها. فانا عايز بس عندنا نقطه مهمه جدا هي نقطه المعلومه، اللي هو ازاي عايز تعرف عن البروتين، او عايز ازاي تعرف عن الكربوهيدرات، او عايز تعرف اداء في التمرين، او عايز تعرف اي حاجه تخص الرياضه عامه. لازم يكون عندك الاتجاه ان انت تقدر تعمل بحث على الانترنت وتدور على المعلومه. لما هتتعب في تدويرك على المعلومه هتوصل وهتبقى في دماغك 100%، هتؤمن بالفكره وهتفهمها وبعد كده تقدر تطبقها. في نقطه قويه جدا، دي من ضمن النقط اللي هنتكلم فيها، نقطة قوية جدا هي تعارض الآراء. إن ده هيقول أنا صح وده هيقول أنا صح. في لعبة كمال الأجسام، أو يعني خلينا في لعبة كمال الأجسام في تضارب في الآراء جدا، لسبب إن إحنا عندنا ربنا خلقنا جينات. في ناس بتطبق مدرسة قديمة في التدريب، بتمشي على جيناتها، بيحصل نتيجة، بيحصل تطور في الجسم، بيبقوا ناجحين. وفي ناس تانية تيجي تطبق نفس المعلومة ما تمشيش معاهم. مش معناها ان الناس دي غلط او الناس دي غلط، لا، في حاجة اسمها جينات وفي حاجة اسمها عامل وراثي. لازم نبقى فاهمين ان دايما كل ما هتروح الجيم في واحد هيجي جنبك وهيقول لك انت بتلعب غلط، او انت بتاكل غلط، او انت بتتصرف غلط. هو مش بيقول لك ان انت بتتصرف غلط، ممكن انت تكون بتعمل التمرين صح، او ممكن تكون بتاكل صح، بس هو عشان ما جربش الموضوع ده، بالنسبه له هو جرب حاجه معينه ونجحت ومشيت معاه، فهو بالنسبه له مؤمن بالفكره. هو ده الايمان بالفكره، ان انت ازاي تقدر تصدق في الفكره وبعد كده تطبقها فيحصل نتيجه او تطور. فدايما هيبقى عندنا نقطه الجدال، انت بتتكلم صح وانت بتتكلم غلط. يعني زي مثال، انا دلوقتي بعمل الفيديو ده وبتكلم دلوقتي، ممكن يجي في بعض التعليقات كابتن انت بتتكلم غلط او انت مش فاهم حاجه. مفيش مشكله، هو ما يعرفنيش وما يعرفش ان انا اكاديمي ودارس ومتخرج من اكاديميه من فنلندا هنا كمدرب شخصي، وحاصل على رخصه تدريب عالمي، واوريدي انا بدرب ناس في بطولات. يعني انا عندي يعني من ضمن الناس اللي انا بدربهم زاهر خضيروف، ده اقوى رافع الاثقال دلوقتي. هو يعني محققين في بطوله سيدني من حوالي شهرين او 3 شهور وورلد ريكورد، رقم عالمي، رقم قياسي جديد. فهو ممكن في التعليقات يقول لك انت يا كابتن هاني مش فاهم. ما عنديش مشكله، انت ممكن تتعارض معايا، بس لو هتتعارض معايا قول لي فكرتك، ممكن انا اؤمن بفكرتك ونتكلم ونوصل لحل جديد او نوصل لنقطه جديده، او انا بكون مش واخد بالي من النقطه وانت تفسرها لي بتفسير بسيط. بس ما تجيش تقول لي انت غلط، لا، انت قول لي انا عندي فكره كذا وانا جربت دي ونجحت معايا. يبقى دايما هيبقى عندنا نقطه تضارب الاراء او تعارض الاراء. دايما في كمال الاجسام هتلاقي الموضوع ده. في نقطه مهمه جدا لازم نحط تحتيها 30 خط. الجيم مش قهوه. يعني بمعنى عدد ساعات التمرين بتاعتك، في ناس بتروح تتمرن 3 ساعات وفي ناس بتروح تتمرن ساعتين ليه؟ عندنا نقطة مهمة جدا وهي تقسيم الوقت. ازاي تقدر تقسم وقتك؟ ازاي تقدر يبقى عندي ميعاد ان انا هروح اتمرن،
عندي ميعاد ان انا هاكل، مواعيد. انت بتاكل 5 مرات في اليوم، لاعب كمال اجسام لازم ياكل على الاقل 5 مرات في اليوم. فانت لازم تقسمها صح. ازاي تقسم مواعيدك؟ ازاي تقسم ان انا دلوقتي انا عندي ميعاد التمرين وميعاد الاكل وميعاد المذاكره وميعاد ان انا اشوف اصحابي وميعاد ان انا اشوف اهلي وميعاد ان انا انام. اني شايف ان الناس مش ما بتتكلمش في النقطه دي خالص، ان هو ثقافه اللعب، ازاي تبقى مثقف. هي دي اهم نقطه عندي. يلا اشوفكم على خير، واشوفكم في الفيديو الجاي، واشوف التعليقات عشان نقدر نحدد المواضيع اللي نقدر نتكلم فيها من النقط اللي انا اتكلمت فيها، اللي هي يعني ايه مدرب شخصي، الفرق بين القوه والقدره على التحمل، الفرق ما بين كمال الاجسام ورفع الاثقال، تغذيه كثقافه مش مش كديتيلز، يعني اللي هو مش هخش معاك في الاعماق بتاع التغذيه لسبب ان انا ما شفتكش قبل كده، انا ما اعرفش اوزانك، انا ما اعرفش وزن جسمك، ما اعرفش طبيعه جسمك. ان انت تكتب تغذيه ده موضوع لازم اكون عارفك كويس، مش مجرد ان انا هكتب لك كل سمك وفراخ ولحمه. ده مش نقطه، هنتكلم في ده بعد. الالتزام في التمرين، ازاي تقدر تختار المدرب بتاعك، تعارض وتضارب الاراء. جيم زي ما اتفقنا هو مش قهوه، هو مكان للتدريب، اقصى وقت فيه ساعه، ساعه ونص ماكسيمم، وتقدر تسيب الجيم لواحد تاني يجي يقدر يتمرن مكانك، مش لازم نقف نستنى في الدور. وازاي تقسم وقتك، دي النقطه المهمه بالنسبه لي. ازاي تقسم وقت اليوم؟ انت عندك 24 ساعه، ازاي تقسمهم؟ يلا اشوفكم، مستني الكومنتات ومستني التعليقات، خلينا نشوف نقدر نتواصل ازاي. سلام عليكم.